شيخنا بقي لنا 3 وكان أبو بكر الصديق نعم. في حال قراءته وفي حال صلاته يشم عنده رائحة الشواء وهو يبكي، وما ذلك إلا من احتراق كبده. رائحة الشواء. نعم. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله. أول مرة يعني صلوا كبدة محروق زين، شلون احترق كبدة؟ شنو كان يشوي كباب؟ استغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نسيت ركعة، صلاتي باطلة، دعيت صلاة العصر صليتها 3 ركع. إيه لا صلاتك ما باطلة. بس أنا حكيت إيه؟ حبيبي النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر كمان ركعتين، ولما سلم اي النبي صلى الله عليه وسلم، مو النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى صلاة العصر ركعتين. النبي ينسى صلاته، وتريدني أنا ما أنسى؟ صدق تحكي كذي زين، تعرفك من هاي. هو حكم النبي حكم خاص، ذو حكم عام. النبي حكمه حكم عام للبشرية كلها. نسى صلاة العصر وصلاها ركعتين، شو يسوون هم؟ يقول لك يلا هو النبي صلى ركعتين بقت علي يعني؟ صدق بالله كذي. صار كمان ركعتين، ولما سلم جاء أحد الصحابة اسمه ذو اليدين وقال يا رسول الله يعني قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لا قصرت ولا نسيت. قالوا بل يا رسول الله نسيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام وأتى بالركعتين. فأنت ما أدري، النبي ينسى ويجي واحد يعلمه ويذكره ويدور يقوم ويصليها طبيعي. هسه مو مشكلة بس نبي ينسى. هسه أنا بشر عادي مو مشكلة ينسى، بس هذا نبي المفروض ما ينسى، خاصة فرض مثل فرض الصلاة. استخفاف هذا بالدين كله، استخفاف بالنبي. سبحان الله. مين اللي فتح الباب؟ يا أخي صلاتك باطلة. من قال لك صلاة باطلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني من السنة أن يتنحنح إذا كان يصلي أو يقول سبحان الله. طب أنت الآن ما فهمت علي. النبي صلى الله عليه وسلم عائشة طرقت الباب وهو يصلي وفتح لها الباب، فيجوز قاعد يرجع لورا. شنو معناته؟ قاعد النبي رجع لورا وكمل صلاته. هسه مو مشكلة رجع لورا، راح لقدام. انت ايش مدرك النبي كان يصلي والباب ورا؟ ثانيا اكو واحد يصلي والباب ورا، شنو يعني اذا واحد يجي دفع الباب وضربه راح يوقع قبل ياخذ الزروق على القبله. وينك واحد شاف لكم واحد يصلي والباب ورا؟ هاي وين صار هاي عتوه يفسرها عد شنو؟ يدافع على عائشة او يدافع عن النبي انه ترى النبي كان يصلي ورا والباب ورا، يعني راح وفتح الباب ورجع كمل صلاته. شو زين ايش مدرك مو قدامه؟ ايش مدرك مو على يمينه؟ ايش مدرك مو على يساره؟ شلون عرفت ورا؟ ما تدري. زين وينك واحد يتحرك بالصلاة؟ لا بهاي الطريقة يعني. بالخاتم من تقول لهم الإمام علي الصدق بالخاتم بالصلاة بالركعة، لا حرام وما يجوز. شلون واحد يتحرك بالصلاة؟ منطقية، كل منطق ماكو. الحركة في الصلاة جائزة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما فجاءت عائشة ففتح لها الباب ثم رجع.